بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده يا رب. اللهم صل على النبي. هنتغدى النهارده سمك، فزي ما انتم شايفين بقى كده جبت السمك ونضفته ما نضفتوش صراحه بقى معاكم عشان اللي بيقرف واللي كده واللي بيقول ياعي واللي بيقول بتنضف السمك وكده. فاللهم صل على النبي، ما بحبش انضف السمك يعني على قدام الكاميرا وكده، فبنضفه بقى وبوريه لكم بعد التنظيف. حاجه كده عسل، والغسيل بقى ما اقولكوش، والنظافه وتنقعيه في ملح بقى خشن او اي ملح عندك، وحبايه طماطم وليمونه وشويه دقيق. يا سلام بقى لو شويه جنزبيل بودر كمان. حاجه كده عسل بقى، بتحوش الزفاره، تنقعيه بس نص ساعه كده وتحطيه في التلاجة شويه ويبقى معاكي زي الفل. عايزين بقى ناكله مقلي النهارده، من زمان مش نضفناه ولا عملنا مقلي. فعملت للحاج كده سمك شوربه بيض، عشان هو طبعا ملوش في المقليات وفي الحاجات ديت. فاللهم صل على النبي، عملت له سمكتين كده شوربه بيض على قده، واحنا بقى الينا كده ليا انا واحمد ومحمود. ما هو احنا ايه، اسره كده مكونه من 4 افراد. اسره صغنونه. كده بقى الغدا بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهوت. بألف هنا للي يشوف حاجة، وبألف هنا للي يدوق حاجة. نيجي في آخر الفيديو بقى كده ونعمل ايه؟ صينية صغيرة كده، خلايا النحل أو عش الغراب أو زي ما بتسموه بقى. بقول لكم ده الليمون المخلل، الليمون الكبير اللي أنا كنت عاملاه جميل، حاجة كده عسل. طبعا كنت عاملاه معاكم. ايه رأيكم في الغدا بتاعي؟ حاجة كده سهلة وبسيطة وسريعة وما خدتش وقت والله. جيت بقى آخر النهار بقى كده، قلت اما اعمل حاجة كده نتسلى فيها واحنا قاعدين وناكلها بشاي واحنا قاعدين. طب نعمل ايه؟ رحت جايبه حوالي كيلو دقيق. والله دقيق قمح من اللي عندي، اللي هو الدقيق الغله دوت. بس هو ايه يعني، منخول في المكنه ونمره واحد وكده، ولازم اشاهده تاني فنخلته. دي لبن بودره، دول حطيت حوالي معلقتين كده لبن بودره. وحطيت اللهم صل على النبي، وكان عندي حوالي كوبايه لبن برضو في التلاجة حليب. حطيتها وحطيت حوالي ربع كوبايه زيت او اقل من ربع كوبايه زيت شويه. ونطره ملح وحوالي معلقتين سكر. بس هو بتحطش او شوية خمير وشوية باودر. وشوية فانيليا، كله كده شويات شويات. اهو هنا بقى السكر اهوت اهو. حطينا كده، مش بملى المعلقة يعني، بحط كده ايه شوية في المعلقة يعني، دي اعتبروا كله اللي اتحط دي معلقتين كبار. هنا بقى شوية فانيليا كده من القلم دوت، وهنا معايا كيس بيكنج باودر خدت برضو منه شوية. وهنحط حوالي معلقة خميرة، عندي خميرة فورية. هحط برضو حوالي معلقة. دوت بقى بعد ما اتغدينا ونمنا وقمنا وريحنا كمان فايه. قلت اما اعمل حاجه حلوه كده، مش حاجه حلوه يعني، حاجه كده ناكلها بشاي واحنا قاعدين بالليل. فاهو دي بقى الخميره اللي انا بحطها نص ساعه وكانت خمرانه، لان طبعا السكر بيتفاعل مع الخميره الفوريه فبتخمر على طول. اهو. قلبت بقى كل حاجه كده زي ما انتم شايفين، وحطيت شويه خل من الازازه اللي هناك ديت. وجبت جنب كوبايه ميه اللي هي قدامي دي، بس عجنت بقى. اهو. حاجه كده عسل. في اخر العجينه خالص بقى حطيت الزيت، حوالي ربع كوبايه زيت، اقل من ربع كوبايه كمان يعني. وعجناها بقى كده، والمهم انك تعجنها حلو. وبعد كده بقى ايه، لما خمرت سبتها حوالي نص ساعة لما خمرت، وبعد كده بقى ايه حشتها نصها كده جبنة. ونصها سبته كده ساد. جبنة من اللي هي جبنة عبور، اللي هي العلب دي. عندك نوتيلا ممكن تحشيها، عندك شوكولاتة ممكن تحشيها. عندك جبنة. اي جبنة عندك ممكن تحشيها برضو اللي انت تحبيه يعني. بس انا ما كانش بقى عندي متاح في الوقت دوت، اللي هي الجبنة بتاعت عبور لاند دي اللي كانت عندي. فخدت منها بقى حتة كده، حشيت نص الصينية وسبت نصها لهم سادة كده. عشان اللي مش عايز جبن. لو كان عندي والله نوتيلا ولا شوكولاتة كنت حشيتها، بس يلا استكفينا بالجبن. قلت يلا كده رضا قوي حلوة عسل والحمد لله. هتقول لأ مش حشتني نوتيلا ليه؟ لا كده عسل والحمد لله، وكانت زي الفل، وكانت في منتهى الجمال والله العظيم، وبألف هنا للي يشوف حاجة وللي يدوق حاجة. بعد كده برضو لما بتعمليها بتقطعي حتت صغيرة بقى كده، شوفي زي ما انا عملت كده بتحشي. وبتقومي مقفلاها ولفاها كده وحطها بقى في الصينية. وبتلزقها كلها جنب بعضها، مش بجرالها حاجة. هي لازم كلها كده بتبقى كلها الشبكة مع بعضها، بتبقى قرصة واحدة مع بعضها. وبتسيبها برضو حوالي ربع ساعة تخمر تاني او نص ساعة عادي مفيش مشاكل. كل ما بتخمر كل ما بتزيد حلاوة. يعني انت بعد ما عملتها كده وحشيتيها بركنها تاني نص ساعة. نص ساعة قبل ما تعمليها، ونص ساعة بعد ما بتحشيها. ولو عايزة تعمليها سادة برضو عسل وماشية وزي الفل. اه. غطيتها كده بالصينية وسبتها نص ساعة. بعد كده بقى كانت علت وارتاحت. وزادت في الخمر بقى تزيد معاكي حلاوة. كنت ولعت الفرن بتاع البوتاجاز، وهو ملوش درجة حرارة معينة يعني، انت بظبطه كده بالنظر كده وخلاص. ف حطيتها بقى على الشبكة.
خدت حوالي تلت ساعة على الشبك. استوت من تحت وخدت لون حلو من فوق، بس كانت عايزة برضو شوية. قمت مولعة الشواية كده دقيقتين وانا واقفة، وموربة الباب بتاع الفرن. خدت اللون الجميل. عندي بقى شوية عسل أبيض، رحت جايبة حبة في طبق كده وبالفرشة ودهنة وشها. ما عندكيش عسل أبيض ممكن شوية شربات تكون عاملاها، أو شوية شربات برضو يكونوا عندك. ما عندكيش اعملي شوية حاجة بسيطة كده يعني. تدهني بس وشها كده. بس على كده حاجة كده عسل، وبألف هنا وألف شفا للي يشوف حاجة. حبايبي تسلموا لي، بحبكم في الله، وبشكركم بشكركم بشكركم من الأرض للسما، كل اللي خش عندي وكل اللي اشترك عندي في القناة، وكل اللي بشاهد لي الفيديو وبعلق لي وبحط لي اللايك. تسلموا لي تسلموا لي، أنا كل فيديو هشكركم والله. تسلموا لي، أنا من غيركم ولا حاجة، ولا القناة من غير متابع ملهاش أي لازمة، والله العظيم ملها أي لازمة. القناة من غير متابع، او يعني معنى اصح، والله انتوا اخواتي، والله ما انتم متابعين، انا مش بعتبركم متابعين. تسلموا لي تسلموا لي، كل اللي بخش عندي وبيشترك عندي في القناة تسلموا لي وعلى راسي والله. حبايبي تسلموا لي وبحبكم في الله. هنا بقى ده كنت دهنتها بقى اللي هو العسل على خفيف كده يعني، على الماشي كده مش كتير يعني، عشان هي فيها جبن. لو عندك بقى ايه حتة زبدة تحطها مع العسل كده، تكوني مفكها على النار وتدلقيه مع العسل، تبقى مخلي وشها بيلمع كده وزي الفل. اهو. وكنت حاطه برضو سمسم وكل حاجة اهو. نسيت اقول لكم، بعد ما طلعت من الفرن قبل ما تخش الفرن دهنت وشها زيت عشان احط السمسم، عشان السمسم يمسك مع الزيت بالفرشه كده، زيت على خفيف كده. وقمت حاطه السمسم، وبعد كده بقى دخلتها الفرن. بقول لكم شوفوا قلبها وشوفوا التسويه بتاعتها من تحت ومن فوق، حاجه كده بألف هنا. وكده يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامه في رعايه الله، مع السلامه.